بالآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. احنا النهاردة هنتكلم عن معجزة جميلة جدا للأنبا مينا مطران جرجا، وده لأن الناس بتحبه كتير جدا جدا وبيعمل معجزات مع ناس كتير جدا. بس قبل ما نتعرف على معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزتنا النهاردة بتقول ايه. معجزتنا النهاردة بتحكيها واحدة ست من جرجا، بتقول ان زوجها كان اصيب برعشة شديدة جدا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وده كان موجود في الشغل بتاعه. فراح له دكتور ممارس عام في البنك اللي هو بيشتغل فيه في الوقت ده، كتب له على علاج مناسب، ودرجة الحرارة انخفضت يعني لمدة يومين. لكن بعد اليومين دول رجعت الحرارة ترتفع مرة تانية، وكانت وصلت ل41 درجة. في الوقت ده الزوجة استدعت الدكتور علشان يكشف على جوزها في البيت، وكشف عليه واداله علاج، لكن طلب منهم ان هم يعملوا تحاليل على وظائف الكلى، لان هو كان شاكك في وجود فشل كلوي. وتكرر موضوع السخونة ديت لمدة 7 أسابيع متتالية. وكانت الزوجة خايفة جدا جدا، وقعدت تصلي، وراحت لسيدنا الأنبا مينا، كان موجود في المطرانية في الوقت ده، واليوم ده كان يوم سبت، وكان سيدنا بيوزع لقمة البركة على أطفال الحضانة. فطلبت من سيدنا لقمة بركة فاداها، ورجعت طلبت منه لقمة تانية، قالت له أنا عايزة لقمة بركة لزوجي. وبصلها كده واداها لقمة كبيرة جدا، وقال لها اديله دي. وبعدين السيدة دي قدمت لسيدنا ازازة مية علشان سيدنا يصلي عليها، وقعدت تبكي وهي بتحكي ليافة الأنبا مينا قصة مرض زوجها وارتفاع الحرارة المفاجئ في درجة الحرارة عنده يعني، وان الموضوع اتكرر عنده لمدة 7 أسابيع، وهي خايفة جدا علشان خاطر ارتفاع ضغط الدم عنده شديد جدا جدا. فسيدنا ضحك لها كده وشاور بايديه وقال لها السخونية مش هترجع مرة تانية. ففرحت جدا جدا لما سيدنا قال لها كده، ولما صلى لها على ازازة المية، وقال لها حطي من المية دي على كل مشروب بيشرب منه. بتقول من وقتها السخونية ما رجعتلوش مرة تانية خالص، وده ببركة الكلمة اللي قالها القديس المحبوب الأنبا مينا، وبتقول عليه انه راجل معجزات. بتكمل وتقول ان في معجزة حصلت معاها هي شخصيا مع الأنبا مينا. بتقول ان سنة 2002 حست او جالها انقطاع في الصوت، يعني صوتها ما بقاش بيطلع خالص. وكشفت لا، قالوا لها ان السبب وجود لحمية على الأحبال الصوتية. وراحت لدكاترة كتير جدا، أنف وأذن وحنجرة في القاهرة، منهم دكاترة في كل في طب القصر العيني يعني. وكلهم اجمعوا ان هي لازم تعمل عملية جراحية لاستئصال اللحمية دي. رجعت من القاهرة وقتها وراحت لدير الملاك على طول، زي ما سيدنا او المكان اللي سيدنا بيقيم فيه يعني. وطلبت منه ان هو يصلي لها ويرشدها، يا ترى تعمل العملية ولا لا. تقول الحقيقة ان سيدنا ما ردش عليها، ولما طلبت منه الإجابة بإلحاح جدا، بص لتلميذه اللي هو أبونا بولا الجورجي، فيعني كلمه. بعدين رد عليهم أبونا قال لهم سيدنا بيقولك اعمليها. تقول لكن في الحقيقة سيدنا ما اداش أي إجابة ليهم يعني. فيعني خلاص بناء على الكلام أو القرار اللي قاله سيدنا، هي سافرت القاهرة وعملت العملية، لكن صوتها ما رجعش. بتقول بعد عيد القيامة بأسبوع راحوا لسيدنا في دير الملاك، وكان وقتها سيدنا تعبان جدا. فرد زوجها قال لسيدنا صلي لها يا سيدنا علشان صوتها يرجع تاني. فرد عليه سيدنا وقال له مش هيرجع. فحزنوا الصراحة للوقت جدا، لأن سيدنا هم عارفين إن أي كلمة سيدنا بيقولها بتتحقق على طول. وبعدين مشوا زعلانين جدا يعني في الوقت ده. وبعدين راحوا مرة تانية للأنبا مينا وكرر نيافته، سألوه قال لهم مش هيرجع صوتها تاني، يعني دي تاني مرة يقول لهم مش هيرجع.
ولما ابونا بولا حس ان هم زعلانين وحزنوا جدا من الموضوع، طلب من سيدنا ان هو يصلي لها علشان صوتها يرجع. فرد سيدنا قال لهم خلاص ممكن يرجع. ففرحوا جدا وراحوا للقاهرة في بعديها بفترة يعني، وعملت عملية تانية لكن صوتها مرجعش برضه. لكن قبل صوم الست العذراء بتقول حلمت أثناء نومي بسيدنا واقف على باب الهيكل بتاع كنيسة الملاك ميخائيل في جرجة، وقعد يتكلم معاها ويقول لها هي قعدت تتكلم مع سيدنا وتقول له يا سيدنا صلي لي أنا تعبانة وصوتي مضايقني جدا. فسيدنا ضحك وقال لها هتخفي، بس بتقول بالتحديد هي مش فاكرة هو قال لها هتخفي على صوم العذراء ولا على عيد العذراء. بتقول بدأ صوتها يظهر ويطلع أثناء صوم السيدة العذراء مريم، ففرحت جدا. وبعد كده راحت للقاهرة مرة رابعة وعملت عملية تالتة علشان الصوت يخرج بوضوح، يعني لما تتكلم صوتها يبقى واضح. بتقول الحقيقة ان هي بعد ما عملت العملية التالتة دي فهمت كلام سيدنا لما قال لها مرتين مش هيرجع، وفي المرة التالتة هيرجع. يعني صوتها ما طلعش مرتين مش هيرجع مرتين، وفي المرة التالتة هيرجع. يعني هي عملت عمليتين وصوتها هيرجع في العملية التالتة. وأكد لها على كده في الحلم اللي هي قالته. وبتشكر سيدنا على محبته ان هو ما بيتخلاش عن اي حد من ولاده. وبتكمل السيدة دي وتقول على الرغم من ان سيدنا لما كان بيبقى تعبان ما بيتأخرش عن اي حد من ولاده لما بيطلب منه ان هو يصلي له او يطلب منه اي طلب. بتقول ان هي كانت بتعاني من ألم بالصدر مش عارفة مصدره ايه، اذا كان من القلب او اي شيء تاني. فراحت لسيدنا الأنبا مينا في دير الملاك بعد عيد القيامة وقالت له يا سيدنا أنا عندي وغزة في صدري، وشاورت له على المكان اللي فيه الألم. بتقول رغم ان سيدنا كان تعبان جدا جدا لفلها التفت ليها وقعد يصلي لها فترة طويلة جدا. وبعدين رجعت البيت بتاعها وكانت فرحانة جدا وعندها ثقة وإيمان ان سيدنا طالما صلالها فإن الألم اللي عندها ده هيزول. وفعلا بتقول تشكر ربنا ان هو اتحنن عليها يعني بصلوات الأنبا مينا والألم ده راح. بتقول مع العلم يعني ان هي ما راحتش لأي دكتور. بتقول سمح ربنا ان الألم ده يرجع لها مرة تانية كان بعد نياحة الأنبا مينا، فاتضايقت جدا وانزعجت وقعدت تعيط ودهنت بزيت قديسين وكانت منهارة وخايفة جدا. وراحت كنيسة القديس العظيم أبونا عبد المسيح المقاري في جرجة، وموجود فيها الجسد الظاهر للأنبا مينا مطران جرجة. وبتقول حطت صدرها على المزار وقعدت تبكي وتقول له اعمل معروف يا سيدنا، أنا تعبانة ومش عاوزة أروح لأي دكتور، انت اللي تطلب عني عند رب المجد وتطلب لي ان ربنا يشفيني والألم ده يروح من عندي وما يرجعش تاني. قعدت تصلي وتطلب من سيدنا بشفاعته وتطلب من ربنا بشفاعة الأنبا مينا يعني انه يشفيها. بتقول وبعد كده رجعت للبيت وكانت حاسة بسعادة وحاسة بجواها ان جواها فرح وإيمان وثقة كبيرة جدا ان هي ربنا هيشفيها. وفعلا حست بتحسن كبير عن الأول ولغاية ما الألم زال نهائيا وهي حالتها كويسة خالص ومش مستدعية ان هي تروح لأي دكتور. وبتشكر الأنبا مينا بمحبته على الرغم حتى ان هو بعد ما انتقل للسماء ما بيرفضش أي طلب من ولاده أو حد يتشفع بيه ويغزله أبدا. بركة وشفاعة القديس العظيم الأنبا مينا مطران جرجة تكون معانا أمين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.